بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. في موسم الانتقالات الصيفية دوّة نادي تشيلسي الإنجليزي عمل كام صفقة كده من نادي برايتون، فأخد منه بتاع حوالي 4 لعيبة أو 5 لعيبة، والمدير الفني ومش عارف المدير الرياضي أو حاجة زي كده، يعني عمل من برايتون بتاع حوالي 5، 6، 7 صفقات كده أهو. فطبعًا ده نيجي نسمع عادي. يعني عندك النادي الأهلي اللعيبة اللي مش عايزها بيودّيها المخزن، عنده يعني مخزنين 3 كده أهوّة، بيودّي اللعيبة بتاعته عادي جدًا ما فيش مشاكل، يعني في مصر عادي إيه يعني 5، 6 لعيبة هتفرق في إيه يعني؟ حد هييجي يقول لي من الزمالك واخد من فاركو لاعبين، 2 لعيبة، سيراميكا المخزن واخد من الأهلي 19 لعيب، عادي إيه يعني 4، 5 لعيبة دي يعني؟ ده بالنسبة لنا. العادي ده بالنسبة لنا إحنا، إنما طبعًا رابطة الدوري الإنجليزي عشان فيها رجالة وفيها ناس محترمة، فقالوا كلمة كدهوّة أنا لمّا سمعتها ذُهلت، قالوا إحنا هنحقق مع نادي تشيلسي ونادي برايتون علشان نضمن النزاهة الكروية، نزاهة كروية! كلمة غريبة أوي، إيه نزاهة كروية دي؟ يقول لك عشان نضمن إن ما فيش فريق يفوّت للتاني، علشان نضمن اللي يبقى فيه fair play. علشان نضمن لمّا برايتون يلاعب فريق منافس لتشيلسي أو تشيلسي يلاعب فريق منافس لبرايتون، نضمن اللي فيه نزاهة كروية، يبقى بيلعبوا بحيادية. طبعًا البطيخ اللي عندنا في مصر ما بيعترفش بكده أهو، إحنا عندنا طبعًا رئيس رابطة أندية على الله حكايته، بيترعب من مكالمة محمود الخطيب، يعني أنا أعتقد لمّا محمود الخطيب بيتصل بأحمد دياب، أقسم بالله أنا تحس كده إن أحمد دياب بيقوم يتنفض، إيه ده! ده الخطيب بيكلمني يبقى في حاجة، في حاجة ربنا يستر، والله أنا باحس بكده أهو. وطبعًا أعضاء رابطة أندية عندنا يعني ثروة سويلم، هنقول إيه تاني؟ واحد لا بيعرف يتكلم ولا بيعرف يعمل مداخلة ولا بيعرف يقول قرار ولا يعني أحس هلاهوطة مشي على الأرض. فطبعًا عندهم في الدوري الإنجليزي حاجة اسمها النزاهة بتاعة المسابقة، ليه؟ عشان ده أقوى دوري في العالم، فلازم اللي هم يضمنوا ال اللي هيبقى فيه نزاهة كروية، وهيبقى فيه منافسة شريفة، عشان كده هم دايمًا الأول. إحنا عندنا بقى في مصر النادي الأهلي مودّي المخزن 19 لعيب، 19 لاعب، يعني فرقة بالخمسة الاحتياطي بالبنش بتاعه، فرقة بالاحتياطي بتاعته، طب إزاي؟ يعني بأنهي منطق سيراميكا لمّا ييجي يلاعب الأهلي أو المخزن لمّا ييجي يلاعب الأهلي، المخزن اللعيبة بتاعته كلّها من الأهلي، بأنهي منطق هيبقى في نزاهة؟ طب بأنهي منطق هيبقى في fair play؟ طب بأنهي منطق أنت هتحس إن لا والله ده فريق المخزن دوّة ده فريق تمام وممكن اللي هو يخسر 1-0 بس، إزاي؟ إزاي بأنهي منطق وأنهي عقل؟ أنا عايز أعرف الناس اللي في رابطة الأندية اللي نايمة على دماغها دي، أنا عايز أعرف فين هاني أبو ريدة، هاني أبو ريدة دوّة طلع أكبر يعني
أكبر حاجة في شِنك في ده الفنكوش، هاني أبو ريدة ده أنا بالنسبة لي الفنكوش، زي الفنكوش كده بتاع عادل إمام. إيه الفنكوش؟ ما حدش فنكوش. هاني أبو ريدة ده طلع أكبر فنكوش في العالم. هاني أبو ريدة ده طلع حاجة يعني أنا مش عارف ده إزاي في الاتحاد الدولي، ده بيضحك عليهم أكيد في الاتحاد الدولي بيقول لهم إحنا الدوري المصري عندنا أقوى حاجة، ده راجل يعني على الله حكايته خالص. هاني أبو ريدة فعلًا لا يهمه إلا هاني أبو ريدة، رقم 1. هاني أبو ريدة لا يهمه إلا مصلحة هاني أبو ريدة. هاني أبو ريدة لا يهمه إلا مستقبل هاني أبو ريدة، بس. إنما رابطة الأندية اللي عندنا دي رابطة بطيخي يعني، دي رابطة ولا بتحل ولا بتربط، دي مع بس الأندية غير الأهلي يعملوا اللي هم إيه 100 سبع و100 ضبع، إنما طبعًا قدّام الأهلي أرانب. دي حاجة أنا ما شُفتش في حياتي مسابقة زي كده، ولا عمري في حياتي شُفت دوري زي كده، ولا عمري في حياتي هاشوف دوري زي كده أهو. دي حاجة، الحاجة التانية بقى قرعة الدوري مع الشركة الألمانية للحشرات. أنا باراهن إن أول 8 مُطوشة أو أول 10 مُطوشة للزمالك مثلًا ممكن يكون 8 برّه الأرض أو 7 برّه و3 جوّه، وخُد بقى مصري، بيراميدز، بنك، سيراميكا، سموحة، مش عارف إيه، يعني هيحُط لك كدهوّة اللي هم أقوى فِرَق في الأول، ده لازم يعمل كده أهو، لازم. يعني قرعة الدوري دي أكبر فنكوش تاني، يعني ده الفنكوش التاني بقى. قرعة الدوري دي أكبر حاجة هيتخزوق فيها الزمالك، يعني أكتر فريق هيتخزوق فيه هو فريق الزمالك. نِفسي اللي اسمه أحمد دياب دوّة بالناس اللي معاه دول كلّهم يمشوا، يعني أنا مش عارف إزاي لحد دلوقتي بعد موضوع أحمد رفعت الله يرحمه، الناس ديّة لسه قاعدة، أنا مش فاهم في إيه، أنا مش فاهم ليه يا جماعة ما فيش تحقيق، ما فيش يعني قالوا في تحقيق ومش ما نعرفش نتيجة التحقيق، طب الراجل دوّة مات إزاي يا جماعة؟ يعني الراجل دوّة مات في الملعب إزاي بالقهر اللي عنده واللي حصل له؟ هو ما فيش أي حاجة ما فيش أي حد كده من الناس ديّة بيتحاسب؟ ربنا يستر. سلام عليكم.